اليوم غنهضروا على المقابلة ديال المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة ضد نظيره الأمريكي، واللي غتنطلق على الساعة 9 ليلا. كنتمنى من المدرب يحتفظ بنفس التشكيلة اللي لعب بها ضد كوريا، واللي شافت أداء مميز من اللاعبين خصوصا على المستوى الدفاعي. كل ما علينا هو استغلال الهجمات المرتدة بطريقة ذكية وما نجازفوش بزاف، حيث إلا لعبنا مع أمريكا لعب مفتوح راك كنغامروا بزاف. خاصنا نغلقوا المساحات ونستغلوا القوة ديال اللاعبين معما والزبري في الهجمات السريعة. المنتخب الأمريكي منتخب ماشي سهل، وكيتميز بهجوم قوي وسريع. الإحصائيات كتبين أنه أقوى هجوم في البطولة ب 16 الهدف، وهذا الرقم كيبين الخطورة اللي كيشكلوا خصوصا في البدايات ديال المباريات. لذلك أهم حاجة ما يتسجلش علينا هدف مبكر. كنتمنى يكون قطبي الدفاع باعوف وبختي في المستوى المطلوب، ويكون التركيز عالي من الدقيقة الأولى حتى الآخر، حيث التفاصيل الصغيرة هي اللي كتحدد النتيجة في المباريات بحال هادي. المنتخب ديالنا بصراحة بين في المونديال أنه عنده شخصية قوية وكيعرف كيفاش يتعامل مع الضغط. لعابة صغار في العمر ولكن كبار في العقل والتكتيك، وعندهم روح وطنية عالية. اليوم خاصهم يلعبوا بالقلب والعزيمة وما يخافوش من الاسم ديال أمريكا، لأن الكرة كتعطيها للي كيحارب وكيآمن بنفسه. أنا متأكد أن المنتخب قادر يخلق المفاجأة ويمشي بعيد إن شاء الله. وكنقول للجماهير المغربية، سنادكم مهم بزاف، شجعوهم بصوت عالي وخليهم يحسوا أن المغرب كامل معاهم. بالتوفيق لولادنا، وإن شاء الله نفرحوا كاملين في السهرية.